بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده معانا فيديو جديد وفيديو متميز من زهور فلورينا. زهور فلورينا يا جماعة غنية عن التعريف، زهور جميلة مناسبة جدا، بتتعاملوا مع ناس قمة في الذوق والروعة. عايزه اقول لكم ان المكان جميل متميز جدا، في كل الحاجات الجميله اللي تاخد العقل والقلب. يا رب كده زهور فلورينا تعجبكم وتنال رضاكم. طبعا زي ما انتم شايفين المكان جميل جدا ومليان بالزهور الجميله والاشكال الممتعه جدا، ان شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم. زي ما انتم شايفين محلات فلورينا فيها اذواق عاليه جدا من البوكيهات ومن الورود الجميله والصحبات الجميله، من الورود الرائعه واكتر من رائعه، والله تاخد العقل ان شاء الله تنور رضاكم وتعجبكم. زي ما انتم شايفين، انتم عارفين ان انا بحب اجيب لكم كل جديد وكل متميز مع قناتي هند السلفيه، وعشان اقول لكم ان الحاجه دي جميله وممتعه لازم اوريكم بعينيكم الحاجه والجمال اللي انا شايفاه. زي ما انتم شايفين كده حاجات اكتر من رائعه وجميله جدا في محلات فلورينا. هسيب لكم بقى التصوير الجميل والفيديو الحلو وتشوفوا الورود الجميله والمجموعات الاكتر من رائعه، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده المحل مليء بمجموعات من الزهور قمه في الجمال والروعه، ان شاء الله تنبسطوا وتعجبكم باذن الله. اهو كل الاذواق موجوده، لو حابين تعملوا اي حاجه ان شاء الله هتنبسطوا منها. هندخل المحل ونتكلم مع صاحب المحل ونشوف المكان فيه ايه. طبعا مكان راقي جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ممكن تقولوا لي العنوان؟ العنوان شارع الحريه قدام البوسطه الكبيره، محل زهور فلورينا. اهلا بحضرتك يا أهلا فندم. وسهلا بحضرتك. نتعرف عليك يا فندم. اهلا وسهلا حازم. ازيك يا حازم، أهلا عامل وسهلا. ايه؟ الحمد لله تمام والله. ربنا يكرمك يا أهلا حازم. وسهلا بقالكم بحضرتك. كام سنه يا حازم فاتحين، او بقالكم كام سنه في عالم الزهور؟ بقالنا 5 سنين هنا في اسماعيليه. 5 سنين في تمام؟ اسماعيليه. بس احنا طبعا عندنا بره القاره كلها، عندنا في الكويت عندنا محلين يعني وكده بسم الله ما شاء الله، يعني محلين بره في الكويت والباقي هنا بقى في اسماعيليه ما شاء الله. محل واحد في اسماعيليه. ربنا يكرمك. زهور فلورينا. ربنا يسعدكم يا رب. ايه اخترتوا اسم المحل بناء على ايه؟ اسم كده مجموعه، هو يعني اسم مميز كده. دي اعلى يعني اعلى ورده مثلا؟ كويس. لا هي مجموعه زهور مجموعه زهور. تمام يا فندم. انا شايفه المكان جميل جدا وكميات من الزهور اكتر من رائعه وحاجات متميزه جدا. يعني يا جماعه بجد هنحتاج ان احنا ناخد وقت بصراحه في التصوير عشان تستمتعوا معايا بالورود وبالحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها وقدام عينيكم. ايه رايك بقى بالنسبه لعالم الزهور؟ كان زمان الورد الطبيعي بيحتل المكانه الاولى وما كانش فيه، قلما لو لقينا ورد صناعي. طبعا. لكن انا شايفه ان الموضوع اتعكس، بقى الصناعي اكتر من الطبيعي. طبعا الصناعي دلوقتي علشان شغل العرايس وشغل الحاجات دي، وبعدين خامات الصناعي بقت قريبه جدا من الطبيعي، الخامات نفسها بتفرق. فبتلاقي الحاجه دلوقتي احتفاظات زي شغل عربوكات العرايس وزي الحاجات ديكورات في البيت والكلام ده كله بقى شغال دلوقتي الصناعي اكتر من الطبيعي. الصناعي بقى اكتر من الطبيعي. كمان بيقعد طبعا. اكتر وبيعيش مده اطول وبيحتفظوا بيه يعني. لكن في برضه بعض من الزبائن بيكون هم واخدين على الطبيعي. تمام. في ناس بتجيب الطبيعي طبعا. افضل. احنا شغالين 90% طبيعي. 90% طبيعي. ما شاء الله. لا انا شايفه والله مجموعات وصحبات جميله جدا من الورود والزهور دي يا جماعه كلها صناعي. طبعا بيجيب الحاجات الصناعه دي بتبقى دايما لبوكيهات الخطوبه. تمام. بيبقى طبعا العروسه بتبقى لون الفستان مختلف. فطبعا كل عروسه وليها لون. طبعا مش اللي في البوكيهات الخطوبه بتبقى مختلفه. فطبعا الالوان دي كلها كل الوان موجوده هي صناعي. كل الالوان موجوده في الصناعي. يعني طبعا. لون الفستان بحدد بقى شكل بظبط لها البوكيه مع الميك اب والفستان بنظبط الشكل وبتديها كل اللي هي الطلب بتاعها بيكون متوفر. طيب ايه اجمل الورود اللي انتوا بتختاروها؟ طبعا احنا عندنا حاجات مميزه جدا في الطبيعي بقى، زي مثلا واحده عليا كده. تمام. اول حاجه اللي انا شايفاها ده ايه؟ ده ليليان. تمام. حاجه مستورده. ده بقى بيتحط في البوكيه ولا بيتحط في بوكيهات؟ ممكن اعمل منه احطه في فازه. تمام. بيقعد فتره ممتازه. ليليان ده طبيعي. طبيعي. ده طبيعي صح؟ وده بيفتح طبعا كله ويطلع ليه روائح كويسه يعني. حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام. لا جميل جدا. وده بقى القرنفل.
بصوا بقى هيفتح لنا التلاجة. معلش يا حازم. ادي القرنفل اهو. بصوا بقى الجمال والروعه. ده ورد مستورد تمام، جوري مستورد تمام. ده ورد طبيعي. طبيعي بس مستورد. هم حاطينه في التلاجة. طب ليه حطوا في التلاجة؟ عشان بيعيش اكتر. هو الورد عامه كله عايز مكان بارد. عايز ثلاجات. يعني احنا الوقت دون ليها درجه بروده. طبعا. ما شاء الله ليها وقت. طبعا. نحتفظ بالورد في الثلاجه. جايب ثلاجه كبيره يا جماعه. زي ما انتم ثلاجتين. ما شاء الله. طب لو الورد ده ما تعرضش للبروده دي هيدبل ويبوظ؟ لا عادي، بس محتاج يعني الثلاجه بتديله درجه حراره اقوى، بيعيش اكتر تمام. ولو سبته بره لازم غير له ميه كل شويه. طب والثلاجه دي مش بتبقى مكلفه يعني عليكم الموضوع؟ بيبقى فيه تكلفه؟ طبعا. الثلاجه يعني بتحفظ الحاجه معايا. ما شاء الله بتحفظ الحاجه معايا. تمام. طبعا احنا عندنا زهور حلوه كتير زي الورد الابيض اهو المستورد. الورود الطبيعيه يا جماعه. بصوا ده طبيعي. طبعا. عندنا التوليب اللي دايما مش موجود، مش متوفر عندنا. هنجيب. وده ايه ده؟ ده برده جوري احمر. جوري احمر مستورد. احنا شغالين على المستورد. شايفين؟ بصوا الجمال والروعه. حاجه اكتر من رائعه والله. اوريكي بقى ايه. هيورينا التوليب كمان عشان احنا ما شفناش التوليب ده. التوليب ده نسمع اسمه كتير لكن احنا مش عارفينه. ده ورد بلدي وده ورد بلدي وده ورد. ده التوليب. بصوا يا جماعه توليب ابيض. التوليب ده منه الوان كتير صح؟ طبعا منه. بس الابيض هو اجمل غالبا عشان بيمشي في اي حاجه. عشان بيمشي في اي ورد. في اي حاجه. تمام. دي بقى الحاجات الطبيعي برضو. ده طبيعي بقى بس من غير ثلاجه. تمام. ده الكريزات. ده بيعيش اكتر. بيتحمل عن الورود اللي في الثلاجه. بيستحمل. عشان كده بالظبط كده. عشان كده احنا حاطينه بره. ما شاء الله. وده الليلي اللي لسه قال لحضرتك عليه. ليليا. ده ليليا. بصوا ده متفتحه. هي فيها متفتح كتير. ليليا فيها متفتح اهو وفيها مقفول. ده حاجات مستورده. وده كريز كل الورد اللي عندك مستورد؟ طبعا. لا في مصري في مستورد. يعني زي الكريز ده مصري. ده الكريز ده مصري. ده حاجات مصري تمام. واللبني ده برده مصري تمام، بس واخد صبغه طبعا. ده كلها صبغات. لا والله صبغات. يعني هو كله زي الابيض. هو زي ده. لكن في الوان سبحان الله طالعه من الارض كده زي الموف ده. الموف ده بيطلع. الموف ده طبيعي. سبحانك يا رب. لكن ده السيمون ده تمام. ده مسبوغ. وبرده الازرق ده مسبوغ. بسم الله ما شاء الله. وده طبعا الهيش. ده الهيش اللي دايما بيحطوه في الفازات الفاضيه. طب نكمل الاول الكريز عشان ايه الناس الحاجات الطبيعي. الحاجات الطبيعي زي ما انتم شايفين كده. ده ايه ده؟ اسمه ايه ده برضه؟ ده برضه كريز برضه. لونه جميل قوي. بص سبحانك يا رب. الورده بسم الله ما شاء الله. حاجه اكتر. وده كريز برضه. بسم الله ما شاء الله. ده موفات برضه. درجات طبعا الموفات. بصوا يا جماعه. في الفاتح والغامق. شايفين الجمال؟ انا عايزه اوصل لكم كل حاجه جميله وكل حاجه متميزه عشان ما تقولوش مس هند ما بتجيب لناش اي حاجه كله صناعي. لا ده طبيعي بقى يا جماعه. وطبعا ده الخضار. ايه الاخضر ده بقى؟ الاخضر ده بقى بيمشي في اي حاجه. زي بيقول لك ايه، ده الكوكتيل بتاع الشغل كله. ما ينفعش ان انا احط يعني ورد بدون خضار. لازم هو ده اللي بيظبط الشغل. طب والخضار ده بيجي برضو مستورد ولا مصري؟ لا مصري. ده مصري. الخضار ده مصري. حاجات بتجيب من الشتلات بتاعتك او الورد بتاعك من مزارع والكلام من المزارع. مزارع الورد. مزارع الورد طبعا. تمام. لكن ده شرك من نفس المحافظه ولا من محافظات لا من محافظات ثانيه. لكن ده بيجي من شرك في القاهره. ده من ده شرك بتجيبه من القاهره. شرك تصدير. شركات. شركات طبعا بتجيب تصدير. طب وايه الصغير اللي انا شايفاه ده برضه كريز بس اخضر. ده طبعا بيخش وسط الشغل بيبقى حاجه فوق الروعه. ده بيدخل في البوكوهات والحاجات دي بيدينا منظر جميل جدا. طب لو انا ست بيت مثلا وعايزه اخد للظهريه بتاعتي اخد طبيعي ولا اخد صناعي؟ لا لو مثلا في ناس على بعض الزباين، في زباين بتبقى محتاجه مثلا كل اسبوع ورد، فبضطر اعمل لها باقه كويسه من الحاجات دي الطبيعي. واللي تعيش تقعد معاها فتره اسبوع في البيت. تمام. لكن الحاجات اللي لو واحده عايزه حاجه مستمره عندها على طول بنحط الحاجات الصناعيه اللي انت صورتها في الاول. بسم الله ما شاء الله. لا انا عايزه اقول لكم والله يا جماعه الحاجه جميله جدا يعني. ده بقى الجبسفيل المستورد. ده ايه؟ جبسفيل او بيبي فلاور. تمام. ده بيتعمل منه شربات عرايس. تمام. ده طبيعي يا جماعه. طبيعي. محطوط في الثلاجه عشان هو طبيعي. اي حاجه طبيعيه هو بيحطها في الثلاجه. بيحافظ عليها. بصي في حتى حظك حلو في بوكيه اهو. في بوكيه اهو لسه طالع اهو ما شاء الله. بصوا هو لسه مرتبه وعامله. شايفين الشياكه والذوق. قمه في الشياكه والروعه. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا حازم. ربنا يكرمك يا رب. مكان حضرتك بقى. لا بجد حاجه جميله. ربنا يكرمك يا رب. تنسيقات بقى ممكن نخش على الحاجات الصناعي بقى. طب معلش اشوف الورد البلدي اللي في الثلاجه. معلش عشان انا بحب اوصل كل حاجه ورده جوري محترمه مستورده. جوري. ايوه دايما اسمه كده. يعني اسم جوري ده اسم ورده. اسم الورده ما شاء الله ما شاء الله. تمام. بس بقى الحاجات اللي فوق دي تمام. بقى دي حاجات ممكن تمشي ترقيات
ممكن تمشي افتتاحات، ممكن تمشي في البيت عند حضرتك مثلا يتحط في المكان، بسم الله، بتشوف المكان المناسب والالوان المناسبه عندك في البيت وتختاري فازه منهم. تمام. احنا شغالين على ازاز وشغالين على كذا حاجه هي موجوده عندنا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت هتختاري على حسب ذوق الستاير بتاعتك. لو هتحطي في البيت، هنتكلم على البيت، بتظبطي الالوان مع الستاير والانتريه بتاعك او السجاد او لون الحيطه، بتختاري الحاجه اللي مناسبه ليكي، او بتقولي له مثلا انا الالوان عندي كذا وكذا، وهو بيجمع لك البوكيه بالذوق اللي انت عايزاه والجوده اللي انت عايزاها والالوان اللي انت تحبيها واللي تكون مناسبه مع المكان بتاعك. تمام. ده بقى الهيش برضو اللي هو ده دايما بيبقى بيدوروا عليه. الهيش ده بيتحط مع فازات فاضيه زي اللي فوق كده، فازات فاضيه زي اللي فوق. تمام. لو جبت مجموعه من الهيش وحطيتها مع الفازه دي بتبقى شكلها روعه في البيت. بتدي شكل حلو. طبعا. طب وتكلفني في حدود قد ايه يعني؟ على حسب الفازه. يعني مثلا فازه، انا عندي فازات مثلا 150 فاضيه. تمام. ممكن احط لها مثلا، يعني ممكن تكلفني 200 250 جنيه الفازه. كلها احنا برضو يعني ما شاء الله الدنيا وبنظبط للسعر كله مع بعض. طب لو في مثلا محل او حد عنده عياده، ما ينفعش ان هو ياخد فازات من دي وكده ويشتغل فيها في المكان؟ لو هو عايز حاجات زي كده على حسب بقى، ممكن يحطها، ممكن حاجه بسيطه زي كده سيمبل، يحط له مجموعه زي كده، او يحط له مجموعه ورود صناعي جوه فازه الازاز. ورود صناعي وخليها تفضل عنده. طبعا عشان تفضل مستمره عنده. ايوه كلام صح كده الكلام. وفي بقى فازات زي كده صغيره ممكن اعمل عليها تنسيقات. تنسيقه صغيره في الفازه اللي زي دي، ممكن اختار ورد صناعي زي كده واشتغلها على الفازات الصغيره دي. على فكرة حازم بيشتغل دلوقتي معانا، ايديه التانية وجعاه، ايديه هي اتكسرت ولا ايه يا حازم؟ لا، كان في حاجة. سلام عليك، ربنا يشفي عنك يا رب انت وكل اللي زيك يا رب، اللهم امين. بيشتغل بايد واحدة دلوقتي يا جماعة لان هو ايديه وجعاه، فبيشاور لي عينه. والله انا ما كنتش عايزة اتعبه، بس يلا هو نصيبه بقى كده معايا. ناس محترمة ودي حاجة تشرفنا والله. والله انا اللي متشرفة بيكم وحياة ربنا، ومبسوطة جدا بان انا متواجدة معاكم النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. انا فرحانة اكتر والله، وان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعك ياخد صدى كويس في اسماعيليه والناس تتواصل معاك. واللي عاوز اي حاجه يا جماعه، اي بوكيه، اي عروسه محتاجه اي حاجه، اي عريس عايز يهادي عروسته، يجي على فلورين على طول ما يترددش، وهيكتب لكم هيديكم يعني الحاجات باسعار اكتر من رائعه. وان شاء الله باذن الله يكون لكم نصيب في صحبه ورد جميله من فلورينا ان شاء الله باذن الله. الهيش انت قلت بقى ايه بنحطه في الهيش ده؟ طبعا مجموعات زي كده او شغل عرايس. دلوقتي البوكيه العروسه دايما بنحط فيه الحاجات الصناعي. البوكيه العروسه بتاع السيشن بنحط منه الحاجات دي. تمام. ده لازم الستيشن لازم البوكيه. لازم البوكيه. طبعا ده بقت حاجه قانون يعني، بقت حاجه اساسيه. تمام. فده بنحط منه فوق، بشتغل في البوكيه وبحط معاه ورد صناعي او طبيعي على حسب، لان بيكون شكله حلو في البوكيهات. ربنا يكرمك يا حازم. ممكن نشتغل منه فاز زي كده. ربنا يكرمك كده ويكون الفيديو جميل، وان شاء الله الناس يكونوا استمتعوا معانا بالورود الجميله والصحبات الحلوه ومحلهم مجموعه لفات برضو، مجموعه لفات محترمه زي كده. بصوا اللفات بقى، بصوا دي الخامات اللي بنستخدم فيها. انا عايز اقول لك كل اللفات جايبينها والله، حتى يعني حاجات مستورده. جايب حاجات مستورده عشان يلف لكم اجمل صحبه ورد واجمل بوكيه واجمل. لازم تكون جاهزه، ما هو ده اهم الشغل، لازم الشغل. والمحل مش متكركب ولا متبهدل ولا حاجه يا جماعه، زي ما انتم شايفين المحل جميل جدا منظم جدا. وكمان الشرايط دي صورتك يا حازم. حازم اهو وهو ماسك الموبايل بتاعه، بسم الله ما شاء الله. وده الحاج والده، اهلا بيه. واكيد يعني الحاج عمره طبعا في الورد. طبعا. كم سنه وانتم شغالين في الورد؟ الحاج الاول. الحاج بقاله الحاج ما شاء الله بقاله 40 سنه في المهنه دي. 40 سنه والده وهو شغال في الورد. وحازم بقالك كام سنه انت بقى يا حازم؟ انا لسه مستجد معاه. هو لسه مستجد بتاع 6 سنين، يعني حاجه كويسه برضو. مجموعه ياخد برضو طبعا مده برضو مش سهله. 6 سنين 6 سنين انت تتعلم فيها كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. يا رب اكون جبت لكم فيديو جميل وفيديو متميز من فلورينا، ويا رب يعجبكم الصحبات والورود الموجوده. تعالوا مش هتندموا، وهتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه والصحبات اللي انتوا عايزينها في محل فلورينا. يا رب اكون وصلت لكم فيديو جميل وفيديو متميز من قناتي هند السباك مع ظهور فلورينا. عايزه اكبر عدد بقى من لايكات عشاق الورد والكومنتات وبرد على تعليقاتكم زي ما انتم عارفين، وبتواصل معاكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ونور رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم هند السباك من قناتي هند السباك. سلام عليكم.